السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واقتراحي لكم اليوم صينية ديال الشاورما كتجي لذيذة بزاف. هاد الوصفة حصلت على العديد من المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص تيك توك. تقريبا 80 مليون ديال المشاهدة في هاد الوصفة هذه. جربت الوصفه وكانت سهله ولذيذه بزاف، وقلت علاش ما نعاودهاش ونشاركها مع المتتبعين ديالي في القناه. وكذلك غادي نشارك معكم واحد السلطه اللي غادي نحضرها كمرافقه مع هاد الصينيه في الاخير ديال الفيديو. كنتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نحتاج واحد الحبه ديال البصل، واحد الحبه ديال الفلفل اللي غادي نقطعهم. غادي نوضع البصل في واحد المقلاة، وكذلك غادي نقطع الفلفل. بالنسبه للفلفل ممكن تستعملوا اي فلفل متوفر عندكم، كما ممكن تستعملوا فلافل الوان، ونوضعهم كذلك في المقلاة. غادي نحتاج صدر ديال الدجاج، واحد 600 غرام ديال الدجاج. انا عندي هنا صدر ديال الدجاجه اللي هي كبيره، حيت ليها الصدر ديالها كامل، كتوزن ليا 650 غرام. غادي نوضعو في المقلاة. وبالنسبه للتتبيله ديال هذا الوصفه هذه فكتبقى اختياريه، ممكن تتبلوها بالتوابل اللي نتوما كتحبوا. غادي نشارك معكم التتبيله اللي درت. غندير قليل من الزيت، انا هنا استعملت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزيت النباتيه. الملح على حسب الذوق، والقليل من الفلفل الاسود او الابزار، وغنستعمل الثوم بودره. الا ما كانش عندكم ثوم بودره كتحكوا واحد الراس من الثوم، وكندير شويه ديال السكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال التوابل كوري. الا ما عندكمش توابل كوري كديروا فقط واحد الملعقه صغيره من التتبيله ديال الدجاج، كتوضعوهم فوق النار وكتبداو كتحركوا. هنايا ضفت واحد شويه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، نسيت ما ضفتهاش، ما ذكرتهاش لكم في الاول. صافي كتبقاو كتستمروا في التقليب حتى كطيب لينا هاد الحشوه، وكنخليوها جانبا. بالنسبه للصلصه المرافقه غادي ندير هنايا صلصه الطماطم ديال البيتزا، اللي كندير واحد الحبه ديال المطيشه كنحكها، كنضيف عليها الابزار، قليل من الملح، قليل من الصلصه ديال وشويه ديال الزعتر وشويه ديال الثوم بودره، وكنغليها حتى كتنشف لينا من الماء. فهنا كما كتشوفوا قديت جميع الحوايج اللي غادي نحتاج، وقليت بطاطا. وغنحتاج واحد الصينيه اللي غندخلها للفرن او مول. كندير شويه ديال الصلصه ديال الطماطم من التحت، كندهن على هذا الشكل. وهنا غادي نحتاج خبز التورتيلا. عندي هنا حجم شويه صغير، لكن عندكم حجم كبير كتقطعوا شويه من الجوانب. كتشوفوا واش المول ديالكم كتجي فيه. انا عندي المول هو هذاك، جا قد هذيك الخبز ديال التورتيلا. الا عندكم الخبز التورتيلا كبير ولا المول صغير قطعوا شويه من الجنابات. كتوضعوا الحشوه ديال الدجاج والفلافل اللي طيبنا والبصل، وكنديروا شويه ديال البطاطا مقليه. وكما كتشفتوا دهنت انا بالصلصه ديال الطماطم من التحت. وغادي نسدو على هاد الطريقه، سهل في التحضير. وكنوضعوه في المول بنفس الطريقه. غادي نستمر. خبز التورتيلا كندهنو بشويه ديال الكاتشوب، كنوضع الحشوه والبطاطس وكنسد. وهذيك الصلصه اللي بقات ليا النص ديالها درتو من التحت، والنص الثاني غادي ندهن به الوجه ديال خبز التورتيلا. حاولوا ما تدخلوش من الجنابات، لان راه غادي باش ما تعجنش لكم ما بين الجنابات. ديروا دهنوا بها فقط من الفوق. كما شفتوا انا عندي صلصه الطماطم واحد الكميه اللي هي قليله ما كثيراش، غير شويه كدهنوه من التحت وشويه كدهنوه من الفوق وصافي. ومن بعد غادي ناخذ الجبن اللي غادي نوضعه على الوجه
ديالها. انا هنا استعملت الجبن ديال الموتزاريلا، ممكن تستعملوا اي جبن، من الاحسن لك الجبن الاحمر كيجي بنين الصراحه. انا كيعجبني الجبن الاحمر، واخا الموتزاريلا كتجي فيه هذيك كيتجبد هذاك الفرomاج، ولكن الفرماج الاحمر كيكون بنين اكثر من الموتزاريلا. وغادي ندخلها للفرن على نار اللي كتكون شويه مهيله باش كطيب على خاطرها، وحتى كتحمر من التحت، وكنشعل عليها حتى من الفوق كتحمر شويه. الا عندكم الفرن ديال الضوء كتشعلوا عليه من فوق ومن التحت حتى كطيب تقريبا واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه، راه كتكون واجده معنا. وهذا هو الشكل ديالو. هاد الصينيه ديال الشاورما كتجي لذيذه بزاف، وحشوه ديالها بنينه، والاهم انها سهله في التحضير. ممكن تستعملوها كوصفه للعشاء او الغداء، راه كتجي زوينه بزاف. غادي نقطعها هنايا باش غادي نوريها لكم من الداخل. وكيكون هذا هو الشكل ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم ديال الصينيه ديال الشاورما. وغادي نمشي باش غنحضر معكم واحد السلطه في واحد الفيديو اللي سريع. هنا في واحد الاناء كديروا شويه ديال الخس اللي كتقطعوه هكايا كبير، كنوضع عليه طماطم. مهم اي حاجه عندكم، اي حاجه كتحبوا ديروها كديروها هكايا وصافي، يعني اي حاجه. يعني انا هنا غندير مزيج ما بين الحلو والمالح. شويه ديال الطماطم، غادي ندير قطع ديال التفاح، وغندير الخيار. الاساسي هو انكم كتقطعوا كلشي كبير شويه كما شفتوا. وغندير واحد الليمونه. فلكم الاختيار، انا كل مره وشنو كندير فيها. هنا كندير قطع السوريمي، وغندير الزيتون. فانتم اللي بغيتو، غندير كذلك المايس والبيض مسلوق. فاللي بغيتو كديروه في هذه الوصفه هذه، يعني اللي متوفر عندكم، لا في الفواكه ولا في سميتو. انا فقط اكتفيت بالتفاح والليمون. مره اخرى كنغير. وغندير واحد الصلصه اللي غادي نديرها كمرافقه سميتو، غادي نسقي بها هاد باش كتجينا بنينه. غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وواحد شويه ديال العسل الحامض، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال العسل الحامض، والملح والابزار. وكنخلطها مزيان. وفاش كنبغي نحطها كنسقيها بهاد الخليط اللي درت، وراه كتجي بنينه بزاف. انا درتها كمرافقه لهاد الصينيه ديال الشاورما اللي درت. وكانوا هادو هما الوصفات ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكونوا نالوا اعجابكم. ما بقى لي الا نضرب لكم موعد في الفيديو الماجي ان شاء الله. في امان الله وحفظه.